طبعا اهو يا حبايب قلبي هنقطعه اهوت بعد ما طلعناه من الفرن اهو. هنشوفه معنا اهو اللحم دايب خالص اهوت ومستوي زي الورد اهوت اهو زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الجرح اهوت مستوي خالص اهو، اللحم اهو دايب معنا خالص اهوت اهو لسه طالع من الفرن اهو. اتمنى تجربوه واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور. حبايب قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة البط بطريقة جديدة، تكون مشوي في الفرن في الكيس الحراري. اي بط معاكي، بط بكيمي، بط بلدي، دكر بط، اي بط معنا. الدكر بتاعنا اهو، دي بطة هي دكر بط اهوت وزنه 3 كيلو ونص، مغسول ومتنضف كويس اهوت. طبعا احنا شايفين مع بعض اهوت قبل كده بنغسل الطيور ازاي. معنا بصلاتين كبار اهوت مقطعينهم مجونح اهوت تقطيعة ديت. لو حابة تفرمون في الكبة تفرمون، بس بتخلي الخرطية تكون خشنة شوية. معنا حبتين طماطم كبار همت متقطعين قطع صغيرة. برضو لو حابة تبشريهم بتبشريهم في المبشرة، بس تكون خشنة شوية عشان تكون قطعة معاكي. ومعانا معلقتين كبار من الصلصة، ممكن تستبدلوهم معلقتين كاتشب، اللي متاح عندك بتحطيه. ومعنا البهار بتاعنا ملح وكاري وكزبرة وكمون ومرقة دجاج فورية وسكر وفلفل اسود، معلقة صغيرة من السكر ومعلقة فلفل اسود وبهارات فراخ معلقة كبيرة ورشة صغيرة من ال7 بهارات و6 فصوص من الثوم وعصير ليمونة. وكل حاجة معلقة صغيرة ما عدا بهارات الفراخ هي اللي معلقة كبيرة. هننزل بالبهار بتاعنا اهوت على البصل على الطماطم اهوت. هنعصر الليمونة عليهم، عصرة ليمونة واحدة، شايلة البذر منها وبتحط العصير بتاعها، هي ليمونة واحدة بس مش في غيرها. وبعد كده بتقلب البهارات في قلب التتبيلة، في قلب البصل، في قلب الطماطم مع الصلصة. وبعد كده بتنزل بمعلقة كبيرة من الخل وزيها معلقة كبيرة من الزيت اهي. نقلب البهارات في قلب بعضها كويس اهي. طبعا انا حابة البصل والطماطم يشربوا من البهارات اللي حطيناها والتتبيلة، فهقلب البهارات ديت بايدي عشان ادمجها كويس وامرطها في قلب بعضها كويس اهو. تبلهم بايدي كويس. طبعا يا جماعة بايدي، مش لازم البس جوانت عشان انت اللي بتعملي، انت ست البيت وبتعملي في البيت، ودي طبعا طبيعي بتاعنا في بيوتنا بنقلب بايدينا كويس عادي. هنحشي البطة بتاعتنا بالبهار بتاعنا، هنتبلها بالبهار بتاعنا مع البصل مع الثوم مع الطماطم وبين الجلد واللحمة اهوت. انا حابة التتبيلة تدخل للبطة كلهاتها اهي. نحنط اللحم كلهاته. حابة تعمليها في فراخ بتعمليها في بط بتعمليها، بس طبعا بتختلف في مدة السوا اهي. وبتوكل البطة من بره كلهاتها اللحم بتاعها كلهاته اهو، بتخليها تشرب كلهاتها من التتبيلة اهي. تدعكيها كلهاتها كويس اهوت بالتتبيلة. كل ما تودكيها كل ما تاخدي نتيجة كويسة اهو. امسك البطة كلهاتها هي اتأزجها من التتبيلة، اودك اللحم بتاعها كلهاتها كويس اهوت اهو. اهو بعد ما عملت البطة بتاعتنا كلهاتها هي بالتتبيلة كويسة وكتفتها هي، جبت معنا شوية من الخضار فيض معنا تتبيلة هي. فهنجيب شوية من الخضار، لو حابة انت تعملي الخطوة دي بتعمليها، مش حابة عادي. اي خضار متاح عندك، كوسة، جزر، بطاطس، بسلة، اي خضار متاح عندك بتعمليه بتحطيه في قلب التتبيلة ديت عشان يشرب من التتبيلة هو راخر يتبل. لو حابة انت تعملي الخطوة دي بتعمليها، مش حابة خلاص مش مشكلة.
لو حابة ان انتي تحشيها رز يفضل يكون الرز مستوي، يكون ناقص يعني واخد 3/4 سوا اهو. هنقلب الخضار في التتبيلة كويس وهنحشي بيه البطة اهو. اي خضار متاح عندك، بس القطعية بتاعته تكون سميكة شوية عشان لما يقعد في الفرن مش ينهرس خالص اهو. هنحشي البطة بتاعتنا بالخضار المشكل بتاعنا اهو. كده حشينا البطة بتاعتنا على قد ما خدت. فاضل معنا شوية خضار هنشوف هنعمل فيهم مع بعض. هنجيب صينية تكون ناشفة كويسة، اهي مش فيها اي مية ولا اي حاجة خالص ولا اي مادة سايلة خالص. احنا هنشوي البطة بتاعتنا في الفرن في الكيس الحراري. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض اهو. دخلناها في الكيس الحراري اهو. طبعا بقى في اكياس كبيرة عن كده اللي هي بتاعة البط وبتاعة الديك الرومي، بس طبعا هو ده المتاح عندي اهو. هتجيبي حوايج البطة، الراس بتاعتها والرقبة اي حاجة وباقي الخلطة اللي نازلة من البطة اهي بتحطيه معاها في الكيس اهو. مش بترمي حاجة، بتحطي دي كلهاته معاها بيستوي وبيديها طعم جميل خالص. وهناخد شوية من الخضار على حسب الكيس ما ياخد اهو عشان يتنكه كلهاته مع بعضه اهو. هنربط الكيس بتاعنا اهو. هنربطه بالسلك اللي بيجي معاه، او ممكن انت لو الكيس بتاعك كبير وعايزة تربطيه تعقديه عقدة كده ماشي، مش مشكلة اهو. مش متحكمة فيه بقى، معلش اصل ايدي بالزفلت بس اهو. كده ربطناه اهوت، ودي منظرها اهوت بعد ما اتحطت في الكيس اهي بالخضار اهيت. هنخرج الكيس كام خرج كده علشان الكيس مش يعبي هوا وهو بيستوي ويتنفخ ويفرجع في وشنا لا قدر الله ولا حاجة اهو. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 او بين 200 بين 180 و200. هنحطها على الرف اللي هو قبل الاخير ونسيبها اهو يا حبيب قلبي. بعد ما قعدت ساعة ونص في الفرن اهي مشغلين فوق وتحت. هي دي بطة وزنها 3 كيلو ونص، فبتختلف من حجم للتاني اهو. هنقص الكيس مع بعض اهوت. طبعا السمر اللي موجود ده على الكيس بس من بره اهوت اهي. لسه طالعه من الفرن اهي. اتمنى تجربوها، والله كان طعمها خرافة جدا يعني، كانت فظيعة اهيت. في كب الروح اهيت. طبعا الكيس لازق فيها من تحت اهي. لو انتي حابة الكيس ان انتي تديه رشة بسيطة من الدقيق بتديله عشان مش يلزق زي كده من تحت اهي. دي كيس اهوت اهو. وبعدين حتى هي لو فيها اللون دي فهو في الجلد عادي، مش هيضر معاكي بأي حاجة خالص اهيت. بعد ما شلنا الكيس من عليها اهيت البطة بتاعتنا متحمرة اهي وزي الوردة اهيت. وباقي الخضار اللي كان معانا احنا حطيناه في الكيس تاني معاها استوى وسيبناه اول نص ساعة وبعد كده شلناه. هوريهولكوا برضه اهوت اهي. البطة بتاعتنا اهي هي بتطلع بخار اهي عشان لسه طالعة من الفرن بس اهي.
وادي الباقي الخضار بتاعنا اهو، حطينا في كيس حرير اهوت جنب البطة. اول نص ساعة طلعناه اهو. الخضار ده اتاكل قبل البطة اهو، مستوي دايب معنا زي الورد اهوت اهو. لو حابة ان انت تعملي الخضار ده لوحديه من غير ما يكون فيه بط معاكي او اي حاجة، عادي بتحطيه بالتبليه كده وبتحطيه في كيس حري. اهي البطة بتاعتنا اهي، هنشوفها اهيت مستوية خالص اهيت ودايبة خالص اهي. اهي الجناح اهو بتكسر معنا اهي، والبطة بتكسر معنا بسهولة اهيت. اهي اللحم دايب ومستوي زي الورد اهو. اتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.